فعلا قضيتها ايه طيب؟ هو شتمها شد شعرها وجرجرها على الارض، وهو اللجنه كلهم الاعتصام؟ لا امال ايه؟ ثابت ان ثروتها ما ينفعش الثروه دي. لا اتمسكت في ايه يعني؟ كانت جايه بعربيتها هي وصاحبتها ومروحين على البيت. ومروحين على البيت كمين يعني؟ ومروحين على البيت. ماشي، فقال لها فهي ماشيه في تحويضها بسرعه، فقال لها ايه ارحمك ايه يا بنت 60 كذا، ده احنا انت ماشيه بسرعه ليه؟ لا قولي الشتايم اللي اتقالت بالظبط. اكبر قولي الشتيمه اللي اتقالت. انا ازاي يا ام؟ انا امك ولا امك ابو امك الشباب مع كل الناس عارفه الضباط بيشتموا ايه؟ ده ظابط ايه؟ مقدم عمرو سعد يوسف. ده في ايه ده؟ ده في مرور الجيزه. مرور ضابط شرطه يعني. وبعدين طبعا لما شدها من شعرها وقال لها قال لها يعني هي مش محجبه، قال لها كل واحده مش محجبه لازم تترجم ولازم تتضرب بالنار ولازم تحرقهم. وراح شدها من شعرها وراحت شتمته بعديها موتها اغمى عليها. حبسها يومين ما نعرفش عنها، يوم 24/5 حبسها يومين. جم ناس من الشارع معاها يشهدوا معاها، خلوا الناس يمشوا، قالوا للناس خلاص ده الظابط اعتذر يمشوا منين؟ من اسم الدقي جايين يشهدوا مع بنتي ومع صاحبتها، قالوا لهم ده خلاص الظابط تعتذر لها وهي قالت اعتذار. خلاص يا جماعه ما تكبروش الموضوع عشان ما بين الشعب والشرطه حاجه، ومشوا الناس. وراح جاب 2 سواقين ان هي اللي شتمته، حتى لو كانت شتمته حتى مهما كانت الشتيمه لا يستاهل ان انت تروح محكمه عسكريه. احنا محكمه عسكريه والظابط كلمته قال لنا ما فيش اي حاجه تحصل الا لازم تعتذروا له، رغم القهر والنار اللي جوايا وبنتي غطيتي منهاره وعايزه اعالجها من اللي حصل لها. مع ذلك جيت بعتنا له ناس عشان نعتذر له عشان ما ناخدش الحكم بس من عشان احنا غلطانين. قال لك لا انا بلطجي، انا هقتل بنتي، انا بلطجي، انا كسرت عظم 45 واحد في يعني هو هددها بالقتل كمان؟ قسما بالله وقال لي انا هقتلها، خدت براءه هقتلها، خدت حكم هقتلها. انا مفيش واحده في الدنيا ترد عليا، بنتك ردت عليا ليه؟ قالها والاخر الشرف حاولت اقابله. عمل لها محاكمه امتى؟ المحاكمة بعدها على طول. بس امتى المحاكمة؟ يوم ايه؟ 14 يوم 14/6 ده الحكم النهائي يوم الثلاث الجاي. فين؟ في الهرم، المحكمة العسكرية في الهرم، شارع العريش.